السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اول فيديو من فيديوهات زينة رمضان. هنعملها من حاجات فعلا كلها بترميها وما بتبقيش محتاجاها في البيت. هنحولها وهنعملها لقطعة ديكورية حلوة زي ما انتوا شايفينها كده. هنعمل عربية في منتهى الجمال، وهنحطه فيها، عايزة تحطي بقى فيها مكسرات، عايزة تسيبيها ديكور كده، براحتك خالص. بس لو اول مرة بقى تشوفيني ما تنسينيش في اللايك بالاشتراك وتفعيل الجرس، ونبتدي ونقول بسم الله. طب انا محتاجه ايه؟ اول حاجه انا عايزه اي علبه بسكوت، اي علبه متوفره عندك موجوده هتمشي معاكي حلو جدا. تاني حاجه القماش بتاعي. عندك قماش خيش؟ تمام، انا ما كانش عندي قماش خيش فاتصرفت، كان عندي القماش ده فاستعمله. لو عندك قماش كوخ هيمشي حلو قوي. لو عندك الشنط بتاعت التسوق هتمشي جميله برضه، مفيش مشكله فيها. اهم حاجه تبقى لونها بس وشكلها قريب من القماش الخيش. وهبدا الزقها بالشكل ده. خلاص كده انا لفيتها كلها بالقماشه. طب انا عايزه القاعده بتاعت العربيه بتاعتي ما تبقاش بنفس اللون، يعني انا لقيت عندي القماشه الذهبي دي شكلها حلو وماشيه كويس جدا معاها، فانا برضو نفس الحكايه انا هلبسها لها او هعملها لها. فانا هاجي من الظهر كده، هاجي كده من طرفها بسم الله كده، وهبدا الزق القماش بالشكل ده كده كده تمام. وهبدا الفها برضو بالشكل ده كده. نبدا نحطه ايه، حبه شمع كويسين. طبعا كل الطرف ده كل ده هيتدرى، ما تقلقيش، احنا لسه هنحطه الفرنشه بتاعتنا، وهنبدا نلفها فيها كلها وننزلها اهو بالشكل كده. هبدا اقصها وهمشي بايديها لحد الاخر ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده انا خلصت العلبه بتاعتي، انا غلفتها من بره بالشكل ده كده وغلفتها من جوه. انا ما حبيتش ان انا اخلي القماشه بتاعتي ستريت، ان هي تبقى مشدوده عليها، انا حابه ان هي تبقى فيها ايه، زي كشكشه فيها، او تبقى سايبه شويه بحيث ان تبقى منظرها احلى. وطبعا دي حاجه بتاعتك، لو حابه تعمليها زي بره كده تبقى ستريت مستقيمه قوي يعني براحتك. طب انا هعمل ايه؟ انا عندي الاعواد دي بتاعت الشيش طاووق، قعدان الشيش طاووق دي قعدان تخينه شويه، لو انت لو قعدان بتاعتك رفيعه هناخده اتنين مع بعض. هنعمل ايه؟ انا عندي ده شريط اللي هو خيط الخيش، بيتباع عند اي حد خردواتي بتاع خيط موجود عنده، بيتباع بالكيلو. فانت ممكن تجيبيه، ما عندكيش مش مشكله، ممكن ما تعمليش الخطوه دي وتستعملي الاعواد على طول. بس انا عشان انا حابه ان انا يعني او موجود عندي فانا هستعمله. هعمل ايه؟ انا طبعا الخيط العود بتاعي تخين، فانا هستعمل واحده بس. هبدا اجيب كده على الطرف، احط بس حته من الشمع عشان الخيط بتاعي يبقى ماسك كده، وهلف عليها الخيط بالشكل ده. هبدا الفها كده كل فتره كده، هحط شويه من الشمع، تلفيها كده اهو، تلف معاكي بمنتهى السهوله اهي. خلاص كده انا الحته الاخرانيه هحاول ازود شويه في الشمع عشان ما تفكش مني، يعني حاولي دايما يدور كده بالايه، بالشمع كده، وتبداي ان انت تقفليها اهي كده، ونقص الخيط بالشكل ده. انا عايزه 4 اعواد من العود ده، انا عامله 2 عشان اوريكم بس هعمل ايه. انا هجيبها كده، وعايزه هلزقها، بس انا عايزه الزقها هنا كده بميله، يعني انا عايزاها تبقى مايله كده. هوريكم برضو ازاي كده بسم الله. انا ممكن نلزقها هنا كده كده. طبعا انا هعيد عليها برضو عشان انا اهم حاجه تبقى ماسكه كويس. وهجيب العود التاني كده بالشكل ده كده كده، هنلزق كويس بالشكل ده. بس انا هعمل ايه، انا هلزقها بقى كويس، يعني اثبت عليها كويس، وهعمل الاثنين التانيين بالشكل ده هعملها. وبعد كده انا عايزه قطعه من الكرتون، اي قطعه كرتون عندك تمام. انا حبيت ان انا اخليها رفيعه شويه علشان لما اجي احطها فوقيها تبقى تتحمل معايا الشيله. حته بصوا، حته اي كرتون، هي دي كانت ورقه بتاعت الاشاعه اللي هي بيبقى الغلاف اللي بره بتحط فيها الاشاعه. انا هسيب الحته البيضه من تحت عشان دي هتبقى باينه، وهاجي من فوق كده اغلفها من نفس القماشه اللي انا غلفت بيها
العلبه بتاعتي بالشكل ده كده اهو كده. وهبدا احط القماش بسم الله. وهقص بقى كل الزيادات دي ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده بصوا انا العربيه بتاعتي خلصتها وحاولت احط من فوق يعني اوصلهم ببعض بحيث هنشوف هنعمل بيها ايه دلوقتي. تمام. انا ما حبيتش انا اللي فات لان هي مش هتبين، يعني كل ده اللي فوق ده مش هيبين. تمام. انا بقى هعمل ايه؟ هبدا اجيب الفرنشه بتاعتي وهشطب العربيه بتاعتي خالص. هبدا بقى ايه؟ امشي الفرنشه بتاعتي عليها كده بسم الله. احط بقى الشمع، عشان كده قلت لك الحته الجزء اللي فوق ما يعني مش هتبقى باينه وهتبقى كل ده كده. وهنبدا نلف بيها داير ما يدور بالشكل ده كده. بصوا لون الفرنشه ما شاء الله ماشيه حلو قوي مع القماش، وده المطلوب. يعني انت حاولي شوفي ايه اللي يمشي مع القماشه بتاعتك ونفذيها. ما عندكيش اي فرنشه موجوده عندك في البيت ممكن تمشي بيها، يعني مش ما تربطيش نفسك. احنا بنعمل اشغال حاجه من حاجات موجوده في البيت هنرميها او موجوده عندك. يعني انا مثلا انا بجيب الحاجه دي بتبقى موجوده عندي في البيت عشان كده بستعملها. حابه تجيبي قماش الخيش، بس قماش الخيش هو غالي شويه، يعني المتر تقريبا ب 75 جنيه او 65 حاجه كده. كده نبدا نلفها بالشكل ده كده. اهم حاجه التشطيب بقى الاخير ده. خلاص كده بصوا العربيه بتاعتي بقت جميله ازاي بالشكل ده. طيب الجزء اللي احنا خدناه اللي قلت لكم عليه الحته الاولانيه دي، انا هعمل ايه؟ اتنيها بالشكل ده. خديها من النص كده وهنتنيها كده اهو. اتنيها كده ودوسي عليها. عايزه تجيبي كوبايه وتحاولي تعملي شكل زجزاج اللي يريحك، عايزه تسيبيه ساده زي اللي يريحك. انا هجيبه زي ما هو كده، وهبدا اجيب برضه الفرنشه بتاعتي وهمشيها عليها كده من على الطرف. انا عشان الوقت انا هلف شريط الفرنشه بتاعتي عليها كلها بالشكل ده كده. هنلفها، وبرده الجزء اللي هو السبعه اللي فوق دي همشيها عليها. اخلصها كلها ونشوف هنعمل ايه تاني. طب انا هعمل ايه؟ انا عايزه، انا عامله كذا نسخه معايا عشان طبعا الوقت. انا عايزه اعمل لها العربيه بيبقى فيها اجزاء كده بالشكل ده، فانا عايزه اعملها تبقى بطريقه برده كويسه. ويعني تبقى اعمل ايه؟ انا جبت اعواد الشيش طاووق اللي هي رفيعه ماشي. هاخد المقاس بتاعها بالطول، يعني عايزه اخد مقاسها كله وهبدا اخدها يعني مقاسها لحد هنا بمقص كده، ونبدا نقصها كده كده اهي. بتدوس عليها تتقص بمنتهى السهوله اهي. ده مقاس العربيه. تمام. برضه نفس الحكايه العرض، هناخد مقاس عرضها ونقصها، بس طبعا مش هناخدها كلها، هناخد الجزء من هنا وجزء من هنا. وهنبدا ناخدها ونجيب خيط الخيش. طب انا ما عنديش خيط خيش مش مشكله، اي قماشه عندك نفس اللون هتمشي معاكي. ما عندكيش خلاص ممكن تسيبيها كده مفيش اي مشكله، بحسب امكانياتك والموجود عندك امشي بيه. وهنبدا نحط جزء من الشمع ونلفها بالشكل ده. انت مجرد انت بصي بتلفيها، بصي بتلف بمنتهى السهوله ازاي كده اهي كده بالشكل ده. هكمليها كلها وهنكمل بقيه الاثنين التانيين اللي هيتحطوا هنا، وهيبقى بالشكل ده. انا عاملاهم ومجهزاهم معايا. ده الجزء الكبير اهو والجزئين الصغننين بالشكل ده. طب هعمل ايه؟ انا هبدا الزقهم. هنحط جزء من الشمع. انا الشمع كده الجزء اللي بيبقى مفتوح ده هحطه من تحت كده. جزء برضه حطي جزء من الشمع كويس عشان يبقى ماسك نفسه كده، وابدا الزقها كده بالشكل ده. وهاخد برضه الجزئين الصغننين كده، نبدا نلزقوها هنا كده. هعمل ايه تاني؟ اي حاجه بقى انت برضه كل خطوه هنخطيها ممكن تستغني يعني عن الخطوه اللي بعديها وممكن تعمليها. انا عندي ده عباره عن لولي
فانا حابه برضو عشان ما تبقاش لونها غامقه قوي كده، فانا هحط لها حبه من اللولايه في النص تبقى بالشكل زي ده هنا كده كده، واحده كده، واحده بس من اللوله كده تديها منظر كده. وهاخد من الصغنوني ده هحطها على الاطراف، على كل طرف. بس قبل ما هركبها انا عندي شريط برضو، حاجه من الحاجات الموجوده عندي، كل خطوه بقولها لكم برضو هقولها لكم تاني، ما عندكيش ما استغني عنها خالص، بس انا الحاجه دي موجوده عندي. انا عندي الشريط ده لونه حلو وماشي معاها كويس، فانا حابه ان انا احطها لها على الطرف من هنا كده. اختلفت في شكلها خالص على فكره، يعني نقلت شكلها من حاجه لحاجه تانيه خالص كده. وهبدا ان انا الزقها بالشكل ده كده، يعني تنطقها شويه عشان اللون بتاعها غامق، وانا برضو نفس اللون، ان اللون الذهبي ماشي مع العربيه بتاعتي كده. وهمشي هكملها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. كده كده، وهتبداي تقصي الزياده الموجوده عندك. بالشكل ده. وهاخد بقى بقيه اللولي الصغنوني اللي احنا عملناه ده هحطها عليه كده. عندك بقى استراس فضي عايزه تحطيه، شوفي يعني. بصي انا ببقى اوقات كتير مش مرتبه هعمل ايه، يعني انا ببقى عاملاها ومش مرتبه، انا عندي الحاجه وبشوف ايه اللي هيمشي وايه اللي ما بيمشيش، وانا شغاله بشوف خلاص ماشي ده معايا بحطه، ما مشاش بغيرها. اهي واحده لوليه تانية كده، ايه من كل حرف واحده. بالشكل ده. خلاص كده انا خلصت الاربع عجلات بتوعي. هبدا بقى اجيب العربيه بتاعتي واركبها بالشكل ده بقى. نيجي كده بسم الله كده، نبدا نركب العربيه كده. انت الاول هنشوف مكانها بالشكل ده كده، وهنا كده. خلاص كده انا خلصت الاربع عجلات بتوع العربيه. بصوا شكلها ما شاء الله، بصوا الجمال، شكلها يبقى جامد جدا. طيب انا هعمل ايه تاني قبل برضو ما اركب الجزء اللي فوق؟ انا عايزه اعمل لها زي كوبايات، يعني حاجه كده كوبايات للتقديم فيها اي حاجه بتاع. طب اعمل ايه؟ انا عندي دي كوبايات بلاستيك تمام. عملت ايه؟ انا عندي قطعه من الخيش، بصوا خيش يعني، بصوا برضو كان قديم جدا عندي موجود بالشكل ده. جبت الكوبايه وبدات ان انا اتنيها عليها بالشكل ده كده، والزقها بالشمع. وبعد ما لزقتها بنفس الفرنشه اللي انا ركبت فيها العربيه، اللي انا عملتها لطرف العربيه، هي اللي انا حطيتها لفوق. حابه بقى تحطي فوق برضو هنا تحطي لها فايبر او قطن او اي حاجه، وتبداي تحطي اي حاجه فيها، دي حاجه بتاعتك برضو. بس انا العربيه دي انا عاملاها ديكور، مش عاملاها ان انا احط فيها حاجه. فانا عملت اتنين كده بالشكل ده، وهبدا احطها في الركنين بالشكل ده. انا مش عايزه الزقها، يعني انا مش هلزقها، ممكن بعد كده افكر ان انا الزقها، فانا مش عارفه، فانا سبتها دلوقتي كده لحد ما اشوف هلزقها فيها او لا. لو انت هتستعمليها يعني هتحطي فيها مثلا تمر، هتحطي فيها مشمشيه، بندق، لوز، المكسرات عامه ايا كان ايه هي، فطبعا سيبيها فاضيه، يعني ما تلزقيهاش، بحيث ان تبقي سهله بالنسبه لك تشيليها وتحطيها بالشكل ده. برضو انا حسيت ان هي ناقص لها حاجه، فانا لقيت عندي، انا كان عندي الشنطه دي موجوده عندي، ما بعملش بيها حاجه. جبت برضو فايبر كده، بدات ان انا احشيها فيها كده بالشكل ده كده، وعملت نجوم وليل. عملتها ازاي؟ في عندي الطبقان اللي هي طبعا كلنا تقريبا عندنا الطبقان اللي هي بنجيب فيها الحلويات، اللي هي دي
بصوا انا جبت الطبق ده طبق بيبقى لما بتيجي تشتري حلويات بيبقى موجود فيه. جبت عندي برضو شكل الهلال او ممكن ترسميه عادي مفيش اي مشكله، وبدات ان انا ايه ارسمها واقصها. طلعت معايا بالشكل العادي ده، وعملت هلال يبقى نجمه وهلال. حابه برضو تحط لها شريط هنا اللي هو الخيش براحتك، حابه تسيبيها زي براحتك. وهبدا ان انا احطها هنا كده بالشكل ده كده، وعشان يعني يبقى ماسك نفسه فهلزقها ايه في الخيط كده كده. حاجه بسيطه برضو، بسيطه قوي. بصوا قد ايه، بس برضو النتيجه بتاعتها جميله والله، يعني عجبتني. ما كنتش عامله حسابي عليها، يعني انا كنت ناويه اعمل 3 كوبايات من الكوبايات دي واحطها وخلاص اهي، ونحطها هنا كده. بصوا قد ايه جميله. هعمل ايه تاني بقى؟ اخر حاجه هعملها لها اللي انا هركب لها خلاص الايه الجزء بتاعها اللي فوق ده بالشكل ده. هبدا برضه احط جزء من الشمع كويس كده. خلاص كده انا ركبتها بالشكل ده. انا كده خلاص خلصت العربيه بتاعتي، متهيألي ما فيهاش اي حاجه، وخاماتها كلها تقريبا ما فيهاش خامات، من حاجات كلها بنرميها ما بنستعملهاش، وطلعت معانا النتيجه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. ان شاء الله برضو هعمل لكم انواع طبقان للتقديم تانية بحاجات برضو بنرميها، وان شاء الله تطلع معاكم النتيجه برضو هتبقى جميله زي اللي احنا عاملينها دي، بافكار تانية كتير، وان شاء الله هتعجبكم. بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاع النهارده. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.